ازيكم النهارده الفيديو هيكون عبارة عن هصحى كل يوم الساعة 5 الفجر لمدة اسبوع. طبعا هقول لكم رأيي في الاخر عن التجربة، فتعالوا نشوف هنعمل ايه في اول يوم. خليكم معانا. نجيب رغيف عيش ونقصه من النص كده، هنجيب حتة جبنة صغيرة نحطها، هنقطع البيضة شرايح كده صغيرة عشان نحطهم في الساندوتش. نحط بقى هنا واحدة، معانا بقى بهارات شطة، نحط شوية شطة قليلين عليها عشان بحب الشطة عليها، ونحط رشة ملح. هنقفل بقى السندوتش كده ونلفه، وهنجيب كوباية فاضية ونعمل مشروب القرفة. كده يكون خلص الفطار بتاعنا اللي هنفطر بيه النهاردة. اشوفكم بكرة، باي. النهاردة بقى هيكون فطاري خفيف كده. فطارنا النهاردة هيكون لبن، هنحط عسل ونقلبه، نحط بقى من الكورن فليكس ده، اكيد طبعا انتوا عارفينه. طبعا احنا اكيد كلنا بنحب الكورن فليكس، بس ده طعمه غير، ده بيبقى عادب شويه مفهوش اي سكر. لسه مجرباه قريب، حطيته في اللبن وعليه شويه عسل، وبقى طعمه حلو مع اللبن، هو مسكر بيدي طعمه تحفه. هنقرأ شويه في الكتاب ده. وفطرنا النهارده هيكون شاي وقرص. هقول لكم شويه افكار عشان تكتبوها في النوتس اللي زي دي. ممكن لو انتوا بتاخدوا كورسات اونلاين زي الانجليش او اي لغة تانية تكتبوا فيها الحاجات اللي انتوا بتستفادوا منها. ممكن تكتبوا فيها كمان يومياتكم، عملتوا ايه النهاردة او استفدتوا ايه من النهاردة، او حتى المواقف اللي غلطتوا فيها وعايزين تصلحوها تكتبوها تحت في النوتس كده. ممكن كمان تنظموا يومكم او السنة او الشهر. ممكن مثلا تتعلموا لغة جديدة انتوا بتحبوها. ممكن كمان تعملوا جدول للورد القرآن او للصلاة او كمان للاذكار والتسبيح، وتعملوا كمان جنبها صح بعد الحاجة اللي انتوا عملتوها. وممكن كمان تكتبوا الجدول الحصص بتاعكم، الساعة واليوم والوقت. وبس، هي دي شوية الحاجات اللي انا كنت عايزة اقولها لكم عشان تستفادوا منها. يا رب تكون عجبتكم. يلا نكمل الفيديو. الفطار النهاردة هيكون حاجة غريبة وجديدة اول مرة اجربها. يلا نبدأ مع بعض. هقطع البطاطس مربعات. اول حاجة هنحط شوية زيت، وبعدين هنحط البصل، بعدها هنحط البطاطس ونديها تشويحة، وبعدين هنزود المية ونسيبها تتسلق. هنحط رشة ملح وكمون وشطة، وبكده يكون الفطار بتاعي جاهز. دي حاجة جديدة واول مرة لسه اجربها، فهندوقها مع بعض. طعمها الصراحة تحفة جدا وحلو جدا، انا اول مرة اجربها وهعملها تاني. انتوا بقى ابقوا جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتس. ممكن تتاكل مع عيش او حتى ممكن تتاكل لوحدها كده. بعد ما خلصت البطاطس بتاعتنا عملت هوت شوكليت، هنحط عليها كريمة بسكوت اللوتس عشان نجربها معاها، يعني اول مرة اجربها. نقلبها، هندوق بقى. بسم الله. طعمها حلو جدا. اكمل بقى الفطار بتاعي. والنهارده هيكون فطارنا عنب خفيف على السريع. فطارنا النهارده هيكون حاجه مختلفه ووصفه اول مره اجربها. معانا اول حاجه البطاطس ومعانا بيضه. هنقطع البطاطس شرايح تخينه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنحط زيت على النار، وبعدين هنحط شرايح البطاطس وحطينا ملح وشطه، ونهدي عليها النار ونسيبها تستوي. وقلبنا البيض عشان الجنب التاني يستوي. دلوقتي خلصنا الوصفة اهي زي ما انتوا شايفين، نحط عليها بهارات من فوق. هنبدأ بقى ندوق. نتيجة تحفة جدا، اقيمها بجد 10 من 10.
طعمها حلو ومستويه كمان، نقدر كمان ناكلها بالعيش او نعملها في سندوتش. بس كده يكون النهارده خلصنا فطارنا، والنهارده طبعا اخر يوم. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم. طبعا دلوقتي هقول لكم نتيجه التجربه. انا حبيت التجربه جدا، يا ريت انتوا كمان تبقوا تجربوها. لما بنصحى الساعه 5 الصبح اليوم بيبقى طويل جدا، تقدروا تعملوا فيه كل الحاجه اللي انتوا عايزينها. وطبعا كمان بننام بدري، فاضطر ان احنا نصحى بدري، فده حاجه كويسه لصحتنا ولينا. وده كان رايي في التجربه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبس باي.